أهلا بيك. عارف لما تعدي موقف ما وبعد الموقف تفضل تقول كان المفروض أتصرف بالشكل كذا أو أقول كذا بدل كذا؟ أكيد أنت عارف وكلنا عارفين، لأن مفيش حد فينا ممرش بالتجارب دي، وده بيخليك إنسان مكشوف، لأن كل رد فعل منك هو إشارة أو علامة لشيء ما. أي حد عنده شوية فهم نفسي ممكن يستخدمك زي العروسة الماريونيت، والسبب في كده بيتلخص في 3 كلمات: أنت مش عارف نفسك. وخلينا متفقين إن فهم كل حاجة حواليك يبتدي بفهم نفسك. ده معنى علشان تتصرف صح في أي موقف لازم مخك يمر بحاجة اسمها دايرة OODA، ودول اختصار Observe Orient Decide Act، يعني بالعربي الملاحظة والتوجيه واتخاذ القرار والتصرف. لكن انت مخك مع الوقت اتعود يقوم رازع التصرف كده من غير اي حسابات، عشان زي ما قلت لك قبل كده اكتر من مرة مخك دايما بيدور على الاختصارات علشان يحافظ على الطاقة. هديك مثال: انت ممكن في وسط مشادة كلامية تلاقي صوتك احتد لوحده، او لو رديت على فون وانت في الشارع تلاقي تون صوتك عالي لوحده، او حينما يأتي المساء لما تكلم الحدة تلاقي صوتك هادي وبيطلع فراشك لوحده. مع ان في كل موقف من دول انت ما قررتش بمحض ارادتك تتصرف بالشكل ده، بس مخك اتبرمج على كده. ودي بقى مش ثغرة في البشر، لا ده خرم كبير لازم تسده عندك وتسيبه مفتوح عند اللي حواليك علشان تفضل غامض بالنسبة لهم ويفضلوا مكشوفين ليك. بس ازاي تسده عندك وازاي ده قادر يكشف لك اللي حواليك؟ هقولك، وهبتدي التاني جزئية الأول لأنها الأصعب. ازاي ده قادر يكشف لك اللي حواليك؟ ركز معايا كويس. في قانون في الفيزياء بيقول لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه. أكيد خدتها في المدرسة. طب ده عرفته بموضوعنا. هديك مثال: هات محمد صلاح واقعد أقول له أنت ما بتعرفش تلعب، أنت ما بتعرفش تباصي، أنت وأنت وأنت، تفتكر هيعبرك؟ لا طبعا. ليه؟ لأن واقع كلامك عليه زيرو قوة، لأن هو عارف هو مين كويس، بيلعب ازاي، ومكانته شكلها ايه، فرد فعله هيبقى زيرو. لكن هات عماشة اللي بينزل حجز كرة معاك قول له انت مالكش فيها، هيتشقلب ويتنطط ويقول لك انا وانا. اللي نستنتجه هنا ان قوة رد فعل الشخص اللي قدامك على المحفزات اللي حواليه قادرة تكشف لك كتير جدا عن جوانب شخصيته ونقط ضعفه. يعني انت مثلا لو قلت لحد على سبيل الاستفزاز انت محتاج تبقى واثق من نفسك شوية عن كده. لو دي حقيقة هتلاقيه بيصد ويرد او بيناقشك في الامر، زي مثلا يقول لك ليه بتقول كده وخلافه. انما لو دي مش حقيقة هيبص لك ويسكت او يضحك ضحكة سخرية ويقول لك عندك حق فعلا، هشتغل على الموضوع ده. او اي رد فعل هزل. مع الوقت بقى ردود فعلنا بتاخد شكل عاطفي بحت، بيتحفر في الذاكرة التفاعلية وبيطلع بمجرد تكرار للمواقف. وهنا بقى نرجع للنقطة الأولى: ازاي تخلي الموضوع ده اندر كنترول. واحدة من التقنيات النفسية اللي بتستخدمها الأجهزة المخابراتية في تدريب الجواسيس تقنية اسمها عزل المشاعر، ودي عبارة عن انك بترسخ في ذهنك ان جسمك هو عزل للعالم الخارجي عن العالم الداخلي. لا اللي بره ينفع يأثر على اللي جوه، ولا اللي جوه ينفع يبقى رد فعل للي بره. دول عالمين مختلفين تمام. ولاتقان الموضوع ده مش محتاج غير تدريب بسيط جدا، بس تمارسه بشكل مستمر جدا. قبل ما تعمل اي حاجه او تاخد اي اكشن تعد من 10 ل1 بشكل عكسي، وتقول في ذهنك انا هعمل الحاجه الفلانيه. يعني لو هتقوم، هتقعد، هتاكل، هتشرب، هتدخن، هتعملي ميك اب، هتطلع، هتنزل، هتقلع، هتلبس، تعد 10 عكسي وتقول انا هقوم اروح الصاله، انا هقوم البس وانزل اقعد على القهوه، وهكذا. ده بيعزز اليقظه الذهنيه وقدرتها على الفصل بين ما يحدث داخليا ويحدث خارجيا. مع الوقت هتلاقي عندك قدره اكبر على ضبط ردود افعالك. لو قلت لك التمرين البسيط ده تاثيره كان اشبه بالسحر على كل اللي اقترحت عليه طبقه بشكل عامل ازاي، مش هتصدق. الشخص الاخطر هو اللي عارف نفسه كويس، لان معرفه كل حاجه حواليك بتبتدي بمعرفه نفسك. وده اللي انا بعمله هنا، بخليك تشوف نفسك بمنظور تاني اهدى واعمق، وده مع الوقت هينعكس على كل حاجه حواليك. لو عندك اي مشكله، اي فكره بتقرقك، اي هاجس موقف حياتك، اكتب لي في التعليقات او ابعت لي على فيس او انستا، واكيد هجاوب على الكل، لان هنا عشانك. ما تنساش اللايك والسبسكرايب عشان اللي جاي اخطر. سلام.